بسم الله الرحمن الرحيم. والله انا مش عارف انا طالع الفيديو ده انا هتكلم في ايه ولا هقول ايه. مش عارف اتكلم يعني. انا وصلت لمرحله اللي انا مصدوم، مش عارف الكلام هيطلع اقول ايه يعني. كل ما اقول ايه، كل الكلام اللي حصل النهارده في الماتش، كل اللي دار وكل اللي حصل من بدايه التنظيم، من بدايه كل حاجه في البدايه. انا قلت الفيديو اللي فات، واللي متابع فيديوهاتي واللي متابع اللي انا بقوله عرف اللي انا بقوله حصل حرفيا. لما قلت لك الفيديو اللي فات، لما واحد بينظم بطولة على أرضه وسط جمهوره ويجي مع احترامي لحضرتك يقول لك أنا بشجع الأهلي والأهلي هيكسب بسكور كبير. طيب، الراجل ده مين بقى؟ الراجل ده الأرض أرضه. تمام. الجمهور جمهوره يدخل اللي هو عاوزه. تمام، عشان هنيجي حتة الجمهور كمان شوية. أوكي. الراجل ده هو اللي بيجيب الحكام. تمام. الراجل ده هو اللي جاب الفار. الفار اتقل على جين هيتقل. ماشي. الراجل ده هو اللي بيجيب الكاميرات وهو اللي بيظبط الزوايا وهو اللي بيعمل كل حاجه. ده مين ده اللي قال لك ان الاهلي هيكسب سكور؟ هو نفس الشخص. هو اللي بيتحكم في كل اللي يخص اللقاء، اللي هو ايه، نهائي كاس مصر، اللي هو المفروض الاتحاد المصري هو اللي ينظمه. لا، الاتحاد المصري ما جابش ولا تحكيم مصري ولا جاب فار مصري ولا جاب لا، ده ساب الدنيا لتركي الشيخ هو يتعامل. اللي هو قال لك الاهلي هيكسب بسكور، وصدقني يا عمرو يا اديب، الاهلي هيكسب بسكور. تمام. تمام يعني. نيجي النهارده الساعه 4، جمهور الاهلي كله دخل والدنيا كلها دخلت وجمهور الزمالك نايم في الارض وبتاع وكده. وهي دي الصوره اللي انا هحطها على البروفايل من بره عشان تشوفوها يعني. جمهور الزمالك نايم في بره في الهول بتاع الاستاد وبتاع بتاع استاديوم بارك ده، وقاعدين بالاعلام والدخلات مش عايزين يدخلوهم. وجمهور الاهلي داخل بالساعه 2 بالدخلات والطبل والاعلام والشماريخ بتاعته. تمام. تمام. هنا عرفنا ان في تعنت. تمام. اول امبارح المؤتمر الصحفي اللي هو بيبقى قبل الماتش، جايبين اعلانات كامله، جميع الاعلانات المتخصصه لرعايه هذا اللقاء اتعدي 200 اعلان محطوطه ورا كولر ومجلس ولعيبه الاهلي في المؤتمر الصحفي. الزمالك مدرب برتغالي مصنف من افضل 20 مدرب في العالم، ما يتحطش وراه اعلان؟ ولا هو ولا اللاعب اللي في المؤتمر الصحفي اللي معاه. عارف عشان يبرروا ده قال لك ايه؟ قال لك لا، نادي الزمالك يعني المؤتمر الصحفي بتاع نادي الزمالك جه بدري فما لعناش نحط له اعلان. يا سلام. ليه يا ابني؟ مش عايز اشتم. انا داخل على مفترج يا ولاد الوسخه. انتوا هتخنقوني؟ يعني ايه يعني الزمالك جه بدري فما لعناش نحط له اعلانات ولا نادي الزمالك؟ يا ابني الاعلانات دي المفروض تكون موجوده اصلا قبل ما يبتدي المؤتمر الصحفي بساعتين. انا مهرج. وجينا قلنا ماشي خلاص وبتاع. اللي حصل النهارده ده فضيحه. فضيحه. اتفرجوا الاعلام المغربي النهارده يعني انت احنا الزملكاويه في مصر خلاص سكتنا. احنا سيب اتفرج على الاعلام المغربي. قسما بالله، قسما بالله الاعلام المغربي والاعلام التونسي ماسك السعوديه مسح بكرامتها الارض، وماسك الفار مسح بكرامته الارض، وماسك الاهلي مسح بكرامته الارض. والله العظيم ثلاثة أقسم بالله لسه متفرج على فيديو وحياة كتاب الله لواحد مغربي، مدرب اسمه مش عارف مهران ايه كده، ماسك في اتحاد طنجة باين ولا ايه في المغرب. قال لك ألف مبروك بطولة الهدايا، ألف مبروك بطولة الفار، ألف مبروك بطولة تركي الشيخ الأهلاوي. وقال كلام أقسم بالله أنا من جوايا حسيت إن أنا استريحت شوية. أنا طالع بكلمكم مش عارف أنا بتكلم في إيه. أنا ربنا أعلم أنا طالع بتكلم إزاي، لا محضر كلام ولا عارف حواليه. بس أنا طالع أقول لكم الكلمتين اللي هو خلاص يعني. إحنا وصلنا لمرحلة الزملكاوية خلاص ما بيتكلموش دلوقتي، اللي بيتكلم الإعلام العربي والإعلام الغربي. تمام. لما ابراهيموفيتش من شويه يجي يحط تويتر ويحط كوره او التسلل وبتاع ويحط موشن ضحك، يبقى ده حاجه غريبه. معلش يعني ده ابراهيموفيتش. تمام. مش حد مش عيل صغير يعني والكلام ده. تمام. لما مبابي معلش يروح يعمل منشن لكريستيانو رونالدو ويقول له الفار وبتاع ويحط لهم علامه ده، لا ده يبقى كده الموضوع كبر وسع. لما الاعلام المغربي يتكلم والاعلام التونسي يتكلم، لا الموضوع كبر. اللي حصل النهارده في هدف امام عاشور ده فضيحه اقسم بعز جلاله الله لا تغتفر. ورب العزه ورب العزه لو عندنا اتحاد كوره راجل الماتش ده، الماتش ده هيتعاد.
كرة زيزو طرد رسمي ان كريم نيدفيد ده ما حسبش فاول، ولا حسب فاول باين وما اداش انذار. طرد رسمي. ضرب جزاء الشوط الاول جايه في ايد رامي ربيعه، من رجله لايده، خلاص الكره غيرت اتجاهها، لا ما فيش بلانتي. طب فار؟ مفيش فار. فار انا لما اقول هو ده السوبر، هو ده كاس مصر، هو ده التنظيم. ده راح جاب قدامى الاهلي اللي هم كانوا بيلعبوا من السبعينات في الطياره الخاصه، وجاب حسب الثلاثه اربعه زملكاويه عشان ما اقولش ان ايه. جاب اكرامي ومجدي عبد الغني اللي بيلعبوا من السبعينات، مش هقول لك الجيل الجديد طبعا، سيد معوض واحمد حسن وعماد متعب مش هقول لك. جايب من الزمالك طبعا، على طبعا وجايبه مع عافيه عشان هم عارف ان هم لعيبه عالميين. ميدو طبعا، وحازم امام وايمن يونس يعني هم الثلاثه من الزمالك اللي راحوا. هو في حد راح؟ فاروق جعفر مش محسوب اصلا علينا اصلا كزملكاوي. اللي حصل النهارده فضيحه كرويه على الاراضي السعوديه، بطلها تركي الشيخ. فعلا بطوله الهدايا، وفعلا بطوله المجاملات، وفعلا بطوله الفار. وكل سنه وانت طيب يا تركي الشيخ. وان شاء الله ربنا لا يربحك تجاره، ولا يسعدك، ولا تشوف ايام سعيده. واللي انت عملته في السعوديه انت ومحمد بن سلمان ان شاء الله هيترد لك في صحتك. انا نهايه الفيديو، انا مش عارف اقول ايه، بس انا مش عايز الزملكاويه يزعلوا. احنا عملنا ماتش حلو وعملنا اللي علينا، يعني نعملوا ايه تاني؟ الكوره هي دي الكوره. انت تلعب وتتعب وكده، اقسم بالله اقسم بالله جوزيه مورينو قال لك الفريق اللي فاز هو ليس الفريق الافضل. طب عايز ايه تاني؟ ده مورينو، ها، مش هنتكلم تاني يعني. فهارد لك للزملكاوي، ما حدش يزعل. هي دي الكوره. انا ربنا يعلم باللي جوايا، قسما بالله نار، بس انا قلت اعمل الفيديو ده ادردش معاكم شويه. وهارد لك، وان شاء الله قادم افضل. كل سنه وانتم طيبين. تصبحوا على خير.